بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى قلت فرصة أقول لكم على تفسير رؤية اللحمة. ده الجزء الثاني من تفسير رؤية اللحمة في المنام، لأن احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده. اللحمة في المنام من الرؤى اللي هي بتتكرر، وبيجيلي عنها أسئلة كتير. طبعا اللحمة لما بتبقى نية غير لما بتكون اللحمة مستوية، وهنتكلم عن ده كل ده بالتفسير إن شاء الله. الرؤى دي بتتكرر مع ناس كتير، وبتجيلي يعني أسئلة عنها كتير. وطبعا بتختلف تفسيرها زي ما أنا قلت لكم، لما تكون نية أو تكون مطبوخة أو اتاكلت، أو مثلا ريحتها مش حلوة أو ريحتها حلوة. فكل ده هنتكلم عنه بالتفسير إن شاء الله. لو اللحمة نية في المنام بتبقى يعني دي بتبقى هموم أو مشاكل. لو لحمة نية وريحتها مش حلوة أو شكلها مش حلو، كلام فيه غيبة أو نميمة. لو حد حلم إن هو بياكل لحمة نية والعياذ بالله، اللحمة النية يعني لو حد بياكلها، ده من الرؤى المنذرة الصعبة جدا. يعني لو حد شافها يكون على حذر جامد، ويكون يراجع حساباته مع نفسه، لأنها دي بتكون غيبة ونميمة. يعني الآية في القرآن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فيعني اللحمة، لو حد كل لحمة نية، فده من الرؤى المنذرة الصعبة جدا، ويكون الإنسان اللي حلم بيها يكون على حذر ويراجع حساباته مع نفسه. طيب لو شخص حلم بلحمة نية وبتدل على إنها ريحتها حلوة وشكلها كويس جاي في المنام، دي بتبقى مال جايله بطريقة مريحة نفسيا، أو في قرارات هو مستعجل فيها، والقرارات دي إن شاء الله هتجيله براحة وباطمئنان. لكن زي ما انا قلت لكم، الرؤيه بتختلف من الرأي. مثلا لو رجل او سيده او بنت لسه ما جوزتش او طالب علم، كل ده بتختلف. يعني لو طالب علم حلم بلحمه مستويه وشكلها حلو، فده بشرة خير ليه، ان هو هينجح في امتحاناته وهيبقى متفوق في دراسته. ولو بنت حلمت بلحمه مستويه بردك، اخبار حلوه هتسمعها، امور هتجيلها برزق وخير وسعاده، زوج هيكون ميسور الحال. لو سيده متزوجه حلمت باللحمه المستويه، بردك ده دليل على استقرار حياتها وامورها في بيتها، هيكون في رزق وفي امور داخله عليها بالفرح وبالسعاده. ولو تاجر حلم باللحمه المستويه، رزق سريع جايله في الطريق. طيب لو حد حلم ان بيقطع لحمه، فده معناها ان هو ايه، في مسؤوليات عنده، في امور هو شايل همها، فبيحاول يقسمها. يعني هعمل ده وهعمل ده وهعمل ده، مسؤوليات كتير عليه لو هو بيقطع لحمه. او ان هو بيخطط للمستقبل، يعني ان هو هي مثلا معاه فلوس، الفلوس دي هتروح جزء لكذا وجزء لكذا. ده لو شخص حلم ان هو بيقطع لحمه في المنام. طب لو حد حلم ان هو بيوزع لحمه، ده معناها ان هو مطلوب منه ان هو يخرج صدقات، او ان هو انسان خير، بيشارك في الخير، بيشارك في مشاريع الخير. او في حاجه هيبقى فيه فرح، في جماعه هيتجمعوا في فرح، وهيبقى الفرح ده ان هو هيبقى فيه حاجه هتدخل عليه بالخير والسعاده. لو هو بيوزع لحمه، يعني هيبقى في مناسبه حلوه، وهو هي يعني مثلا زي كأني عقيقه او فرح او مناسبه خير دي بالنسبه له. ده لو حلم ان هو بيوزع لحمه. يعني اللحمه من التفسيرات الجميله في الحلم، بس زي ما بقول لكم، لو هي نية وريحتها مش حلوة، دي منذرة بمشاكل أو هموم. لكن لو مستوية وطعمها حلو، والرأي شايفها إن هو بياكلها بسهولة، فده معناها إن هو جايله رزق سريع وسهل. لكن لو هي مستوية وبياكلها وحاسس إنها ناشفة أو فيها عظم أو كده، فرزق جايله بس في عقبات أو في صعوبة. كل ده لو اللحمة مستوية وشكلها كويس. وزي ما قلت لكم، الرؤى ديت بتختلف من شخص لآخر، الحالة الاجتماعية بتفرق برضك. ويا رب دايما كده يعني أبشركم بالخير، ويجعل أيامنا كلها خير وبركة،
وزي ما انا قلت لكم، الواحد لو حلم حلم وشايف ان الحلم فيه رسائل، الحلم ده عباره عن رسائل، وان هو مرتب ما فيهوش هيصه او اضغاث او كده، فيسال شخص يكون خبره في تفسير الاحلام، لان الحلم ده بيكون رساله للشخص، سواء مبشره بالخير او منذره بمشاكل. ويا رب ما يجيبش مشاكل لحد، ويجعل ايامنا كلها خير وبركه، ويجعلني ابشركم بالخير يا رب.